الناس ساعات بتفتكر إن الكلمات هي اللي بتقنع، لكن الحقيقة إن إزاي بتقول الكلمة أهم بكتير من إيه هي كلمة. نغمة صوتك، سرعتك، وقفتك، طريقة نطقك. المخ البشري من أول ما اتولد وهو بيحلل نغمة الصوت عشان ينجو وعشان يتعرف على الناس. فالبيبي بيعرف يفرق بين صوت أمه وهي بتهديه وصوتها وهي متوترة. أول مشهد في أي إعلان أو أول كلمة في أي إيميل هي اللي بتبرمج عقل الشخص اللي قدامك على باقي اللي هيجي من بعد منه. وده اسمه في علم النفس anchoring أو التثبيت. كنا اتكلمنا عليه في الحلقة الماضية، هتلاقي اللينك فوق. العقل بيستخدم أول معلومة كمرجع وكل حاجة بعدها بيقارنها بيها. لو بدأت أي جملة بشيء سلبي أو متردد أو مبهم، كل اللي بعد منه هيتلون بنفس الإحساس. يعني لو قلت لمديرك أنا مش متأكد بس فكرتي هي كذا كذا، دماغه قبل ما توصل للفكرة هتكون خلاص حكمت في اللحظة دي إنك مش واثق في فكرتك، حتى لو الفكرة اللي قلتها بعد كده كانت عبقرية. لكن لو بدأت بيه أنا واثق إننا نقدر نحقق دي وبعدين قلت الطريقة بتاعتك، هتلاقي في لحظتها ان بقى عندك مصداقية قبل ما بتقول الفكرة نفسها. وده شيء هتحس بيه على طول، وده هيشجعك انك تقول طريقتك بمنتهى الثقة، ويمكن كمان تفكر في افكار احسن من اللي انت كنت هتقولها الاول. الترتيب مش بس في الجمل، ولكن في ترتيب الدوافع والقصص والمشاعر اللي بنقدمها. ابدأ باللي بيبني الثقة، بعدين خش على التفاصيل وسيب أقوى نقطة في الآخر عشان تسيب انطباع ما يتنسيش. الناس بتفتكر إن هم محتاجين دايما يملوا كل ثانية بالكلام، لكن الحقيقة إن السكوت المدروس بيخلي الكلمة اللي قبلها أو بعدها يتسلط عليها الأضواء. لما تسكت شوية قبل ما تقول حاجة مهمة، أنت بتدي العقل اللي قدامك إشارة، أكنك بتقوله ركز، اللي جاي ده تقيل. السكوت كمان بيخلق نوع من أنواع التوتر، والتوتر بيشد الانتباه. في علم النفس ده اسمه التوقع المعرفي Cognitive Expectations، يعني العقل بيستعد يستقبل معلومة. لما يحصل سكوت المخ بيفتح أبوابه على آخرها. مثال بسيط، لو قلت لك في سبب واحد بيخلي أغلب الناس عمرهم ما ينجحوا، وسكت كام ثانية، دماغ اللي قدامك هينط من مكانه مستني يسمع الإجابة. أو لو قلت قبل بداية بريزنتيشن بتعملها في الشغل، اللي هتشوفه النهاردة هيغير فكرتك عن التكنولوجيا دي تماما. انت كده زرعت توقع معرفي قوي عن ان المعلومة اللي هتيجي بعد كده لازم تتسمع، وده بيخلي اللي قدامك يفلتر كل الكلام اللي بيتسمع وبركز بس مع كلامك انت. قبل ما تنطق بأي كلمة جسمك بيكون اتكلم خلاص. الناس بتصدق لغة الجسد أكتر من الكلام. يعني لو قلت أنا مبسوط وجسمك مايل وايديك متكتفة وعينيك مش ثابتة بتبص في كل حتة، اللي قدامك هيصدق ازاي ان انت فعلا مبسوط. اللاوعي بيركز على حاجتين، أول حاجة الانسجام أو الاتساق. هل حركتك ماشية مع نبرة صوتك مع اللي انت بتقوله ولا في تضارب؟ وتاني حاجة الطاقة اللي بتصدر منك، لأن جسمك بيبعت إشارات دقيقة جدا وصغيرة زي النفس، نغمة، رمشة، وضعية، وقفة، حركة بسيطة بإيدك. كل ده بيتكلم وبيعبر عنك. لغة الجسد مش معناها إنك تبقى تمثال أو تقلبها تمثيل، لكن معناها إنك تبقى صادق وواضح، والجسم هيعمل اللي عليه ويعكس لوحده الثقة اللي انت حاسس بيها جواك. لو كنت بتحاول تقنع الناس بالطرق العادية بالكلام المباشر والمنطق والمبررات، فانت في الحقيقة بتتكلم مع 10% بس من دماغهم. بس لو دخلت من اللاوعي من خلال نغمة الصوت، السكوت، ترتيب الكلام، الحضور الجسدي والطاقة الإيجابية، فأنت كده بتتواصل مع 90% التانية اللي هي فعلا بتاخد القرار. الناس مش دايما بتعرف تشرح ليه اقتنعوا بحاجة، بس بيحسوا دايما لما يبقى في حاجة ارتاحت جواهم. هو ده سر الكاريزما الحقيقي، مش إنك تغير رأيهم، ولكن إنك تخليهم يحسوا إن القرار اللي انت عايزه جاي من عندهم. في الحلقات الجاية هنبدأ نحط الأدوات اللي اتعلمناها النهاردة جوه مواقف حقيقية. ازاي تفاوض، تقنع، تلهم،
وتقود. كل ده من خلال فهمك للقوة اللي بتحرك السلوك البشري. بس دلوقتي خد دقيقة وارجع اسأل نفسك، هو أنا بأثر على الناس بالكلام بس، ولا في أكتر من كده أقدر أعمله من أول نظرة، من أول نغمة، ومن أول حركة؟ لو فهمت ده فأنت رسمياً فتحت أول باب حقيقي في عالم الكاريزما. لو حاسس إن الكلام لمسك، دوس لايك واشترك وشارك الفيديو مع كل اللي محتاج يسمعه. نكمل الحلقة الجاية وسلام.